اوعي تكوني لسه بتشتريه من بره، تعالي يلا هنعمل البرجر النهارده في البيت. بدل ما تروحي تشتري كيلو هنعمل 2 كيلو ب8 كيلو واحد بس. صلي على النبي في الكومنتات، وما تنسيش تعملي شير ولايك ومتابعه. ويلا نشوف الطريقه وبدون مكبس ولا اي حاجه، هنعمله بكل حاجه موجوده عندنا في البيت. في الاول كده معايا ربع كيلو من فول الصويا، هجيبه هغسله وانقعه، هسيبه وانقعه لمده 10 دقايق بالظبط، وبعد كده هروح اصفيه. بعد كده معايا كيلو من اللحمه، واللحمه يكون فيها نسبه من الدهن يعني من الليه بالشكل ده. هفضيهم في طبق كبير كده. بس يلا صلي على النبي بقى لو لسه ما صليتيش على النبي. انا بوريكم اللحمه هنا عندي مش حمرا قوي. حطيت لها كمان حوالي 100 جرام من الليه المبشوره، تلكتها في الفريزر ونزلتها، رحت بشرتها ببشرت معايا بسهوله. او تجيبي دوش او بوش من عند الجزار. بعد كده حطيت فلفل، حطيت الصويا بعد ما صفيتها تماما. حطيت بقى معلقه من الفلفل الاسود، معلقه كبيره من الثوم البودره، ومعلقه من البصل البودره، ومعلقه من الملح، وكيس من بهارات البرجر، ومعلقه من البيكنج باودر. وبعد والبابريكا اللي انا حطيتها، حطيت معلقتين حلوين علشان تدينا لون حلو. بعد كده كمان حطيت حبيتين من البيض بالشكل اللي انت شايفاه ده، ونعجنهم كده كويس قوي. وبعد كده هنركنهم على جنب، ونجيب بقى الكبه ونبتدي ان احنا ناخد حبه حبه نطحنهم فيها. لو الكبه بتاعتك كبيره هتنزلي بقى بنص كميه مره واحده، لكن انا الكبه عندي صغيره ومش حلوه، او ما انصحكوش ان انتوا تجيبوا الكبه دي. هبتدي ان انا اخلطها كده لحد ما يجوا معايا كتله واحده في حته واحده، اعرف ان خلاص اتخلط. وهنبتدي ننزل كده الكميه زي ما انتم شايفين كده، وهكمل بقيه الكميه بنفس الخطوات دي. هسيب لك بقى تطبيق حلو قوي في الكومنتات او في البايو حسب المكان اللي انت بتشوفيني فيه. هاتي بقى منه كل الافكار اللي انا بقدمها لك دي بدون انترنت. اول مره بتحمليه بالنت، وبعد كده بيبقى معاكي على طول. النور بقى دلوقتي بيبقى قطع على طول، هينفعك طول ما انت قاعده عليه. اكتر من 400 وصفه، منهم وصفات اكل ووصفات مشاريب ووصفات حلويات، هينفعك جدا جدا. هسيبهولك في البايو او في الكومنتات على بال ما اكمل بقيه كميه البرجر. بصوا ما شاء الله، الله اكبر، كل الكميه دي ولسه عمل معايا اكتر من 2 كيلو. انا بوريكم ان انا عندي مكبس البرجر، بس انا مش هستخدمه. هجيب طبق صغير فيه حبه زيت صغيرين، هبتدي ان انا اقطع الاكياس بالشكل اللي انتوا شايفينه. اي غطا برطمان عندي هجيبه واحط زي ما انتوا شايفين كده، وابتدي اشكل البرجر. انا ما رضيتش اشكله بالمكبس علشان لو حد ما عندوش يقدر يعمل زي ما انا بعمل كده بالظبط. طبعا سمك البرجر انت اللي بتتحكمي فيه، عايزاه بقى سميك عايزاه رفيع. انا كنت شايفه ان كده مناسب جدا ليا بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. كورت بقى وعملت اول كميه كده، ولسه هكمل بقيه الكميه معايا زي ما انتم شايفين. ما خدتش مني وقت خالص. حلوه قوي قوي. تدخلوه الفريزر، وبعد كده تحطوه على الجريل او الشوايه براحتكم. هتحفظيه في الفريزر في اطباق الفل، وتطلعيه ساعه الاستخدام. بجد الطريقه دي حلوه جدا جدا. ما تنسوش تصلوا على النبي وتعملوا شير.